السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ أنا أحمد محمد جريد 11 استم البحر الأحمر. احنا موجودين هنا دلوقتي في الفيديو عشان نحاول إن احنا ناخد زي introduction عن النيرفس سيستم. الفيديو مش هيكون طويل، هو معلومات هتكون خفيفة، سواء أنت محتاج المعلومات دي عشان مسابقة معينة أو محتاجها كمعرفة عامة ليك، ففي كل الأحوال الفيديو هيكون لطيف ومش هنتعمق أوي. خلونا نبدأ. أول حاجة in the nervous system. أول حاجة لازم نعرفها النيرفس سيستم بتاعنا بيتكون من حاجتين أساسيتين. أول حاجة السنترال نيرفس سيستم، تاني حاجة البريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم اللي الاختصار بتاعه السي ان اس ده بيكمبوزد من حاجتين أساسيتين. أول حاجة البرين وتاني حاجة السباينال كورد، ودول بيكونوا مسؤولين عن حاجتين مهمتين جدا وهما البروسيس انفورميشن والكنترول ذا انتاير بادي. يعني إيه؟ السنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي بيتكون من حاجتين، البرين اللي هو الدماغ، وتاني حاجه السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، وهم مسؤولين عن البروسيس انفورميشن، يعني معالجه المعلومات، معالجه البيانات، ومعالجه المستقبلات والحاجات اللي احنا بناخدها من حوالينا. انا دلوقتي كنت بذاكر درس ماث، خدت منه معلومات، اللي بيعمل بروسيس للانفورميشن اللي انا خدتها دي هو السنترال نيرفس سيستم بتاعي. انا شفت حاجات معينه، فالحاجات دي اللي يعني عشان اللي بيعالجها عشان اقدر افهمها ودماغي تترجم ايه الكلام ده كله، اللي بيكون مسؤول عن الحاجه دي هو السنترال نيرفس سيستم، واللي بيعالج افكارنا وكل الكلام ده، حيث ان اصلا دماغ الانسان بيجي لها حوالي 10000 فكره في اليوم. وتاني حاجه بيكنترول الانتاير بادي، بيتحكم في الجسم من الداخل، بمعنى بيتحكم في العمليات الفسيولوجية وكل الحاجات اللي بتحصل في جسمنا من الداخل، سواء بدأت من الهضم أو البريسنج اللي هو التنفس بتاعنا أو الهارت بريشر، الضغط الدم وكل الكلام ده كله. تاني حاجة البريفرال نيرفس سيستم اللي الاختصار بتاعه بي ان اس، وده بيكمبوز من حاجة اسمها نيرفز. ايه النيرفز دي؟ هي دي الأعصاب اللي هي بتكمبوز من حاجة أصغر اسمها نيورونز. ايه هي النيورونز دي؟ هي البيزك يونت بتاعه النيرفس سيستم اللي هي الخليه العصبيه. البريفرال نيرفس سيستم عباره عن شويه نيرفز خارجه من البرين والسباينال كورد، بتكون برانش اوت من البرين والسباينال كورد to the rest of the body. تمام؟ بيكون مسؤول عن ايه بقى؟ بيكون مسؤول عن ان هو يكونكت السنترال نيرفس سيستم to limbs and organs. بيكون مسؤول عن ان هو يوصل السنترال نيرفس سيستم بتاعنا بجميع اطراف جسمنا والاعضاء بتاعتنا. تمام؟ اول حاجه السنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم بيتكون من حاجه مهمه جدا في الاول اسمها البرين. السنترال نيرفس سيستم بيتكون من البرين اللي هو الدماغ. الدماغ بقى بيتكون من شويه مكونات. اول حاجه من مكونات الدماغ حاجه اسمها السيريبرم. السيريبرم ايه هو دوت؟ هو المخ. ده بيقول لك ان هو the largest part، بيقول لك ان هو اكبر بارت في البرين، ودوت يعني ايه وظيفته او الفانكشن بتاعته؟ بيقول لك ان هو responsible for higher brain functions. هو مسؤول عن العمليات التقيله اللي بتكون على المخ، العمليات اللي بتحتاج وقت وبتحتاج مجهود وعمليات حقيقي ما نقدرش نعيش من غيرها، اللي بيكون مسؤول عنها هو السيريبرم. زي ايه العمليات دي؟ زي الثوت، التفكير مثلا، الاكشن، الاحداث المهمه مثلا، السنسوري بروسيسنج، معالجه الحاجات الحسيه. انا دلوقتي واقف في الشمس، عيني بصيت للشمس لقيت ان هو الضوء كان قوي جدا، اللي قدر ان هو يعالج الاشاره الحسيه دي، السنسوري بروسيسنج، ان انا لازم اقفل عيني او ابعد عن مصدر الضوء القوي دوت عشان ما يأذينيش. هو السيريبرم قدر يعمل سنسوري بروسيسنج. والسيريبرم بيتقسم لحاجتين، ليفت اند رايت هيمسفيرز، وهنتعرف عنهم قدام شويه. تمام؟ تاني حاجه عندنا حاجه اسمها سيريبرال كورتكس. سيريبرال كورتكس، ايه السيريبرال كورتكس دي؟ دي the outer layer of the cerebrum. هو دي الطبقه الخارجيه اللي بتحيط بالسيريبرم، الطبقه الخارجيه اللي بتحيط بالمخ، ودي بيحصل فيها involved الكومبلكس برين فانكشنز. دي اللي بيحصل فيها العمليات المعقده بتاعه المخ، زي الميموري والاتنشن والبرسبشن اللي هو التفكير، والاويرنس والثوت واللانجويج والكونسيكونسز وكل الحاجات دي. وهي بتتقسم لفور لوبس. اول حاجه الفرونتال لوب. اول حاجه ايه؟ الفرونتال لوب، وده بيأسوسييتد with reasoning، يعني دوت مسؤول او بيرتبط بالتفكير والتحليل والكلام ده كله، والبلاننج اللي هو التخطيط
الكلام ده، والبارتس اوف سبيتش ان انت تعمل خطاب وتتكلم. الموفمنت بيرتبط شويه بالحركه مع اختلاف نوعها طبعا، والايموشنز الحاجات التعبيرات بتاعت وشنا والحاجات دي، والبروبلم سولفنج. تاني لوب من الفور لوبس بتوع السيريبرال كورتكس هو البارايتال لوب. البارايتال لوب بيأسوسييتد وذ موفمنت، يعني بيسكوب كده من الاخر وبيرتبط بالحركه والاورينتيشن والريكوجنيشن والبرسبشن اوف ستيمولي، ان هو يفهم الستيمولي يعني ايه ستيمولي، او يعني ايه يفهم الستيمولي، يعني يفهم المحفزات، يعني يفهم مثلا في محفز في فيجوال ستيمولي، محفز بصري يقدر ان هو يفهمه، في محفز سمعي نقدر ان احنا نفهمه. ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق البارايتال لوب. تمام. تالت لوب من الفور لوبس معانا هو الاوكسيبتيال لوب، وده بيأسوسييتد وذ فيجوال بروسيسنج، ان هو بيحلل الحاجات الفيجوال اللي احنا بنشوفها. انا ماشي في الشارع في طريقي للمدرسه بتاعتي، لقيت في ورده في الشارع، انا عرفت منين ان ورده، او عرفت منين ان دي شجره، او عرفت منين ان دي لونها اخضر، او الكلام ده كله ده عن طريق الاوكسيبتيال لوب. ده بيأسوسييتد زي ما قلنا with visual processing، ان هو بيعمل معالجه للبصريات، بيعمل معالجه للحاجات البصريه اللي احنا بنشوفها. اللوب الرابع معانا هو التمبورال لوب، وده بيأسوسييتد with perception and recognition of auditory stimuli. يعني ايه من الاخر؟ يعني بيعتمد، او من الاخر وظيفته بترتبط بالاوديتوري ستيمولي، المحفزات السمعيه، الحاجات اللي احنا بنسمعها، يعني ستيمولي سمعيه. هو هنا في الاوكسيبتيال لوب كان بيأسوسييتد with فيجوال بروسيسنج، مع ان هو يحللها الحاجات اللي احنا بنشوفها بعينينا. تمام. هنا لا، في التمبورال لوب هو بيأسوسييتد with perception and recognition للاوديتوري ستيمولي، للمحفزات السمعيه اللي بنعرفها طبعا عن طريق الاذن بتاعتنا، وطبعا الميموري والسبيتش. تمام. دوت شكل المخ، ودول الشكل الفور لوبس. الفرونتال لوب بتكون في المخ كده من قدام، التمبرال لوب بتكون في الجنب، الاوكسيبتيال لوب دي بتكون ورا خالص، وفوق البرايتال لوب. تمام. تاني مكون من مكونات تاني مكون من مكونات البرين بتاعنا، تاني مكون من مكونات الدماغ هو البرين ستيم او جذع المخ. ده بيكونكت البرين تو سباينال كورد، بيوصل لنا الدماغ بتاعتنا او المخ بتاعنا بالحبل الشوكي. وايضا هو بيكنترول الفايتال لايف فانكشنز، هو بيكنترول العمليات الحيويه بتاعت جسمنا. زي العمليات دي؟ زي البريسنج والهيرت بيت والبلاد بريشر، هو مسؤول عن التنفس والضغط الدم والعمليات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نعيش دي. وبيتكون من 3 حاجات. اول حاجه الميد برين، وبيتكون من بونز، وبيتكون من الميدالا اوبلونجاتا. ايه ال3 حاجات دول؟ اهو ده شكل البرين ستيم. دي الميد برين. ليه اسمها الميد برين؟ زي ما احنا شايفين اللي لونها ريد دي، لانها موجوده في وسط الدماغ، في وسط البرين. اوكي. تاني حاجة من مكوناته هو البونز اللي هي لونها بلو دي. وتالت حاجة اللي هو الميدالا اوبلنجاتا اللي لونها جرين، اللي هي بتكونكت البرين بالسباينال كورد. تمام. تالت حاجة من مكونات البرين بتاعنا هو السيريبلم. السيريبلم باين عليها تصغير لكلمة سيريبرم. سيريبرم يعني مخ، سيريبلم يعني مخيخ. ده بيلوكيتد اندر ذا سيريبرم، ده تحت المخ. تمام. والفانكشن بتاعته بتنكلود الموتور كنترول، دي يعني الحركه بتاعتنا، او الكوردينيشن اند البالانس. هو كمان مسؤول عن التوازن، احنا نكون متوازنين واحنا بنمشي، متوازنين في حركتنا من الاخر، وما نملش مثلا على جنب اليمين او نميل على جنب الشمال، لا، يكون في بالانس في جسمنا. عندنا بقى حاجه اسمها الليمبك سيستم. الليمبك سيستم دوت بينكلود ستراكشرز زي الهيبوكامبس، وزي الاميجلادا، وزي السيراميلس الغده الصنوبريه، وبينفولف الايموشنز اللي هي التعبيرات الحسيه بتاعت وشنا، والميموري والاروسل. يعني مش محتاجين ان احنا نعرف معلومات كتيره عنه. المكون الاساسي الثاني من مكونات السنترال نيرفس سيستم وهو السباينال كورد. السباينال كورد بيقول لك ان هو along، حاجه طويله، طويله ورفيعه، tubular structure. بيقول لك ان هو
على شكل اسطواني tubular structure made up of nervous tissue بيتكون زي ما احنا عارفين، يعني احنا بنتكلم عن nervous system يبقى اكيد هيتعامل من nervous tissue بديهيات. ويقول لك ان هو بيextend from the brainstem، بيبدأ وبيطلع من اول البرينستم to the lower back، ان هو بيextend from the brainstem to the lower back، بينزل لحد اسفل الظهر. بيقول لك بيترانسميت النيورال سيجنالز between the brain and the rest of the body. بيعمل ايه؟ بيقول لك ان هو بيترانسميت النيورال سيجنالز، اللي هو يعني مش عارف اسمها بالعربي، بس النيورال سيجنالز اللي هي الرسائل العصبيه between الدماغ بتاعنا والريست اوف ذا بادي وبقيه اجزاء البادي، وكمان بيبقى مسؤول عن الكوردينيت ريفلكسز. تمام كده احنا عندنا نتعرف عن السنترال نيرفس سيستم. تاني حاجه هنتعرف عنها وهو البريفرال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم يعني ليه كذا تقسيمه حسب انواع السيستمز اللي داخله زي اللي احنا نتعرف عليها دلوقتي، وحسب الانواع الحاجات انواع الفانكشنز اللي هو بيعملها. اول حاجه عندنا من مكونات البريفرال نيرفس سيستم حاجه اسمها سوماتيك نيرفس سيستم. هو اسمه كده سوماتيك نيرفس سيستم. بيعمل ايه دوت؟ بيكنترول الفولنتري موفمنتس. يعني ايه فولنتري موفمنتس؟ بالحركه الاراديه. انا دلوقتي عطشت في الجو الحر المريع دوت، فكنت عايز اقوم اشرب كوبايه ميه ساقعه من الثلاجه، ازاي هقدر اتحرك؟ اللي هيكون مسؤول عن حاجه زي دي هو البريفرال نيرفس سيستم، بالتحديد حاجه اسمها سوماتيك نيرفس سيستم، هي اللي هتكنترول الفولنتري موفمنتس بتاعتي، هي اللي هتكنترول الحركه الاراديه بتاعتي. وكمان الترانسميت سنسوري انفورميشن تو ذا سنترال نيرفس سيستم، هيترانسميت السنسوري الانفورميشن للسنترال نيرفس سيستم. هي مسؤول ان هو ينقل السنسورز والحاجات الحسيه، المعلومات الحسيه للسنترال نيرفس سيستم. تمام. السوماتيك نيرفس سيستم بقى بيتكون من حاجتين، موتور نيورونز وسنسوري نيورونز. اكشلي دول هما نوعين من انواع الخلايا العصبيه. تمام. اول حاجه الموتور نيورونز، هي بتكاري السيجنالز فروم السنترال نيرفس سيستم تو ماسلز تو بروديوس موفمنت. يعني ايه؟ انا دلوقتي اوكي انا دلوقتي مديت ولد صغير لسه مولود بيكتشف النار، هو مش عارف ايه دي، فرايح يكتشف النار، فبيحط ايده على النار، فجأة البرين بتاعه او يعني النيرفس سيستم بتاعه بعت له رساله فورا وسيجنالز للمسلز بتاعته، العضلات بتاعت الدراع، انها تسحب ايديها فورا من على النار دي عشان ما يحصلوش اذى. ايه اللي وصل الاشارات دي او السيجنالز دي؟ هو الموتور نيورونز، هو اللي بينقل السيجنالز من السنترال نيرفس سيستم للماسلز عشان نبروديوس موفمنت. يعني الموتور نيورونز بتنقل منين لمنين؟ بتنقل من السنترال نيرفس سيستم للماسلز. تاني نوع بقى واللي بيعمل الحاجه العكس وهو السنسوري نيورونز. ده بيعمل ايه؟ بيكاري السيجنالز فروم سنسوري ريسبتورز تو سنترال نيرفس سيستم. في الاول احنا قلنا الموتور نيورونز بتنقل من النيرفس سيستم للماسلز، انما دي بتنقل من السنسوري ريسبتورز للسنترال نيرفس سيستم. كمثال ان حد يمد ايده على صباره فيتشك منها، فالريسبتورز او السنسوري ريسبتورز اللي تحت الجلد بتاعنا، اللي هي موجوده تحت الجلد بتاعنا، ترسل على طول رساله عصبيه او سنسوري عموما، او يعني اي حاجه عن طريق السنسوري نيورونز للسنترال نيرفس سيستم، عشان فيما بعد نستخدم الموتور نيورونز عشان النيرفس سيستم بتاعي يبعت رساله للعضلات بتاعتي ان انا ابعد ايدي عن الصباره. في مثال الولد الصغير، ايه عرف السنترال نيرفس سيستم، او قصدي ايه عرف النيرفس سيستم ان هو ده نار، دي خطر؟ اللي عرف ان دي حاجه هتاذيه؟ اللي عرفه السنسوري نيورونز اللي هي بعتت اشارات اصلا للنيرفس سيستم بتاعنا، عشان بالتالي يستخدم الموتور نيورونز عشان تحمل اشارات للعضلات بتاعتنا انها تبعد ايدينا عن الخطر دوت، ونحاول ان احنا نمنتين اور سيف، او ان احنا نحمي نفسنا. اوكي. عندنا بقى اول حاجه قلنا البريفرال نيرفس سيستم بيتكون من حاجه اسمها سوماتيك نيرفس سيستم. تاني حاجه اوتونوميك نيرفس سيستم. اوتونوميك من اسمها حاجه بتحصل بطريقه تلقائيه، مش احنا بنتحكم فيها قوي. فطبيعي ان السوماتيك نيرفس سيستم كانت بتكنترول الفولنتاري موفمنتس، يبقى الاوتونوميك
نيرفس سيستم هيكنترول الانفولانتري بادي فانكشنز. هو هيبقى مسؤول عن الفانكشنز اللي غير الحاجات اللي هي مش في ايدينا نتحكم بيها، دي حاجات انفولانتري، دي حاجات لا اراديه، زي مثلا انقباض الحجاب الحاجز لما احنا بنتنفس. جرب انك توقف نفسك، مش هتقدر، لازم انك توقفه، تكتم نفسك، تبعد الاكسجين خالص عنك، ساعتها ماشي انت مش قادر تتحكم. لا، هو بس انت يعني النفس هيتوقف او البريسنج هيتوقف بسبب ان مفيش اكسجين. انما انت لو حاولت توقف نفسك كده مش هينفع. ليه؟ لان الحجاب الحاجز دوت اللي بيتحكم فيه حاجه اسمها اوتونوميك نيرفس سيستم، دي انفولانتري بادي فانكشنز، يعني حاجه لا اراديه انت ما تقدرش تتحكم فيها. نفس الموضوع مع عضله القلب والحاجات دي. تمام. بيقول لك ان الاوتونوميك نيرفس سيستم دوت عنده تو مين ديفيجنز، بيتقسم لحاجتين اساسيتين. اول حاجه السمباثيك نيرفس سيستم، وتاني حاجه الباراسمباثيك نيرفس سيستم. تعال نتعرف عليهم واحد واحد. السمباثيك نيرفس سيستم دوت بيقول لك ان هو بيبريبير البادي فور ستريسفول اور emergency situations. يعني ايه؟ يعني انا نازل بالليل الساعه 12 ونص، رحت اشتري كيلو لبن، اوكي، وانا بشتري كيلو اللبن ده وانا راجع في وسط الضلمه في الشارع لان الناس عندنا بتنام بدري، لقيت ان في كلب طالع يجري ورايا، انا رميت اللبن من ايدي وطلعت اجري. ساعتها اللي بيتحكم في جسمي ساعتها او الحاجه اللي شغاله جدا حاجه اسمها السمباثيك نيرفس سيستم. حاجه اسمها ايه؟ السمباثيك نيرفس سيستم، هي ساعتها اللي شغاله بتبربر البادي بتاعي للستريس وللضغط والامرجنسي سيتويشن. ساعتها يعني هي بتحفز البنكرياس او بتحفز جسمي ان هو يطلع انسولين عشان اطلع اجري ويكون عندي ضغط، وان انا استعد للامرجنسي سيتويشن، استعد للوضع الخطر اللي انا فيه، زي ما بيقول لك فايت اور فلايت ريسبونس. اوكي، ساعتها اللي بيحصل انه بيحصل انكريز الهيرت ريت، ان هو ضربات قلبي بتقعد تزيد، انا طالع اجري، انا في حاله من الضغط والخوف، انا ضربات قلبي بتزيد عشان يكون عندي طاقه اكتر ان انا اقدر اهرب او ادافع عن نفسي. وتاني حاجه دايلتس بيوبلس، ان هو البؤبؤ بتاع عينك بيوسع عشان يقدر ان هو يستقبل اكبر كميه من الضوء، عشان نقدر ان احنا نشوف كل الحاجات اللي حوالينا ونبقى مركزين. تالت حاجه بيقول لك ان هو بينهبت الدايجيشن، يعني بيوقف او بيثبط عمليه الهضم. ليه بيوقفها؟ لان عمليه الهضم دي بتحتاج طاقه وطاقه كبيره، فان احنا نبذل طاقتنا في الهضم واحنا في حاله خطر دي مش حاجه صح. فعشان كده ساعتها جسمك عن طريق السمباثيك نيرفز السمباثيك نيرفس سيستم بينهبت الدايجيشن، يعني بيوقف الهضم بتاعنا عشان نقدر ان احنا نسكوب كل الانرجي بتاعت جسمنا ان احنا نحمي نفسنا ونقدر ان احنا نهرب او ندافع عن نفسنا. تمام. تاني حاجه بقى الباراسمباثيك نيرفس سيستم، وده عكس السمباثيك نيرفس سيستم. ده بيكون مسؤول عن الكالمز والبادي والهيلب كونزيرف انرجي، بيكون مسؤول عن هدوء جسمك، وبيكون مسؤول كمان عن ان هو يساعدك انك تحافظ على الطاقه بتاعه جسمك. نقدر نضرب مثال بانك مثلا راجع من اخر يوم امتحانات، دماغك واخده ضربه دوبامين من كتر الفرحه بعد الامتحانات، روحت انت مش عايز تنام، انت امر بس مش عايز تنام، رحت رميت نفسك على السرير، فتحت الموفي نايتس اللي انت بتحبها وجبت جنبك بطيخ، انت قاعد مفيش اي نوع من الاستريس عليك، مفيش اي نوع من الخوف، مفيش اي نوع من الخطر، انت جاست بتسترخي وريلاكسنج. ساعتها اللي بيحصل ديكريز الهارت ريت، ضربات قلبك بتكون ضعيفه. ليه؟ لان انت مش محتاج تحرق غذاء كتير، مش محتاج ان انت الاكسجين يفضل يدب في اعضائك كلها، لان انت مش بتعمل اي حاجه فيها مجهود، انت بس نايم، محتاج ان انت طاقه بحيث ان انت تعمل الفيتال اكتيفيتيز بتاعتك زي الهضم، البريسنج، الهارت ريت، الكلام ده كله. انما انت مش بتتحرك جامد، مش بتعمل موفمنت، مفيش ستريس عليك، دماغك مش شغاله على اتم وجهها، انت بتستريح. تمام. وتاني حاجه بتحصل معانا هو الكونستريكت بيوبلس. ساعتها البؤبؤ بتاع عينك بيضيق لان مفيش اي خطر، مفيش داعي انك تستقبل كل الضوء اللي حواليك، انت يعني مفيش حاجه بتسكو عليها، مفيش خطر، مفيش خوف. الحاجه الثالثه بيستيميليت الدايجيشن، يعني الهضم بتاعك بيبقى شغال. اوكي. عندنا بقى زي ما قلنا ان البريفرال نيرفس سيستم بتاعنا بينقسم لكذا سيستم، اللي هو السوماتيك نيرفس سيستم والاوتوميك نيرفس سيستم والاوتونوميك نيرفس سيستم. هو كمان بيتقسم حسب الفانكشن في فانكشنال ديفيجنز.
بينقسم لحاجتين: afferent division وتاني حاجة efferent division. ال afferent division بال A بيترانسميت السنسوري information from sensory receptors to central nervous system. يعني ايه؟ ال afferent division بال A بينقل لنا السنسورز او الحسيات او الرسائل الحسيه او الرسائل العصبيه دي او المعلومات السنسوري انفورميشن من السنسوري ريسبتورز اللي قلنا انها بتكون موجوده مثلا تحت الجلد او موجوده عند عينينا او الكلام ده كله للسنترال نيرفس سيستم. انا شكيت نفسي بالدبوس فجاه في سنسوري انفورميشن ان في الم في خطر بيواجه جلدي، انتقل عن طريق السنسوري ريسبتورز راح جاري للسنترال نيرفس سيستم عشان نحاول ان هو يشوف ايه الحل للمشكله دي. دي حصلت عن طريق حاجه اسمها afferent division. تاني حاجه الافيرنت ديفيجن بالاي، وده بيترانسميت الموتور كوماندز from the central nervous system to muscles and glands. يعني ايه موتور كوماندز؟ يعني الموتور يعني بتعبر عن الحركه، كوماندز يعني امر، الامور الحركيه. ان انت دلوقتي انت جسمك اتشك بدبوس، ابعد ايدك عن الدبوس فورا وابعد عضلاتك، ساعتها الموتور كوماندز بتاعه السنترال نيرفس سيستم بتروح للعضلات عشان نحرك ايدينا، وكمان بتروح للجلانز عشان تطلع الافرازات والهرمونز بتاعتها دي عن طريق الافرنت ديفيجن بالاي. تمام. اخر حاجتين معانا ونكون خلصنا الجزء دوت. عندنا حاجه اسمها protective structures. عندنا حاجتين meninges ودي بتكون عباره عن 3 layers of protective tissue. يعني من اسمها protective tissue حاجه بتحمي البرين بتاعنا او بتحمي النيرفس سيستم بتاعنا. ودي 3 حاجات قلنا ان هم 3 layers. اول layer اسمها dura mater، تاني layer اسمها arachnoid mater، وتالت layer اسمها pia mater اللي هي بتكفر البرين اند سباينال كورد. هنحفظ، هنكتفي بس ان احنا نحفظ اساميهم المره دي، هنحفظ اساميهم ونعرف ايه فايدتهم، ان هم بيبروتكت النيرفس سيستم بتاعنا وبيكفر البرين اند سباينال كورد. تاني حاجه معانا من البروتكتيف ستراكشرز حاجه اسمها سيريبرو سباينال فلويد. من اسمه احنا عارفين ان هو حاجه فلويد، حاجه سايله، حاجه مائعه. اختصارها CSF. ودوت عباره عن كلير، حاجه يعني نقيه. colorless body fluid يعني ملوش لون، body ملوش لون. اذا بيكون موجود في البرين اند سباينال كورد وبيبروفايد الكوشننج والنيوترينت ديليفري. هو بس مش بيوفر حمايه ليهم من الصدمات، اللي هو مثلا انا البرين بتاعي في الجمجمه جوه الدماغ كده حواليه السائل اللي هو اسمه سيربروسباينال فلويد، مش بس بيوفر له حمايه من الصدمات ان انا دماغي اتخبطت في الحيطه، الصدمه دي الفلويد يستحملها ويشيل اكتر عن البرين، لا هو كمان بيوفر نيوترينت ديليفري. هو بيوفر زي نوع من هو يوصل الغذاء للسباينال كورد والبرين، وكمان بيعمل على كانه ويست ريموفل. تمام. اخر حاجه بقى معانا لازم نعرفها وهو البلاد برين بارير، البي بي بي. ايه هو دول؟ هو selective barrier that prevents certain substance from entering the brain while allowing other to pass. دي يعني ايه؟ باختصار كل دوت كمثال، كحاجه مبهمه يعني احنا ما نعرفهاش قوي دلوقتي، وهي ان احنا بيحصل مثلا في الخلايا العصبيه بتاعنا بنحتاج ان يحصل فيه تبادل بين الصوديوم والبوتاسيوم. تمام. عشان يحصل حاجه زي دي اكيد في مواد تانية عشان نقدر ان احنا نحمي نفسنا وان المواد التانية دي ما تتسللش للنيرفس سيستم بتاعنا او البرين بتاعنا، ونقدر ان احنا نحميه وما يحصلش اي اخطاء او ديستربنس. في حاجه اسمها البلاد برين بارير، ودي حاجه سيلكتيف بارير عشان تدخل اللي على مزاجها وتخرج اللي على مزاجها، زي السيل ممبرين بتاع الخليه. بيقول لك ان هي بتبروتكت البرين فروم باثوجينز اند توكسينز، بتحمي يعني من الاخر البرين من اي مواد ممكن تكون مش لطيفه بالنسبه له. كده احنا هنكون خدنا زي انترودكشن لطيفه للنيرفس سيستم عشان يأهلنا ان احنا نذاكر حاجات تانية والمصطلحات ما تبقاش غريبة علينا لو فكرنا ان احنا نفتح كتاب او نفتح فايل او نتعرف على حاجة تانية. حاول ان انا اظبط الفايل دوت واضيف له شوية اسئلة، واحاول ان انا ارفعه على درايف واضيفه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. احنا كده خلصنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا باي معلومة، وان هو لو في اي تعليق عن حاجة مش لطيفة في الشرح او كده، او لو في معلومة غلط اتمنى
ان حد يكتبها في الكومنتس او يسيبها. وشكرا لو انت وصلت لحد هنا، اتمنى لك كل التوفيق والنجاح.